السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخوتي في هذه القناة. الموضوع اليوم هو بعنوان انتفاضة الركراكي، أو بالأحرى الرد على كل الصفحات الفيسبوكية وكل المنتقدين وكل المتطاولين على الركراكي. مع كامل الأسف أصبحنا نعاني من مجموعة من الأصوات والأقلام المنتقدة التي لا هم لها إلا أن تظهر أنها على صواب، وأن الركراكي على خطأ والمنتخب على خطأ. يعني وظهر واحد ضعف كبير جدا على مستوى الشعبي في قراءة كرة القدم، وإسقاط العقد النفسية على مقابلة تكون مقابلة في كرة القدم فيها الفائز وفيها المنتصر. مع كامل الأسف وصلنا لدرجة أننا بدأنا نبحث عن المدرب الذي سيأتي لنا بكأس أفريقيا. السؤال مطروح: من هو المدرب الذي يمكن أن يمضي مع المغرب أن يأتي 100% بكأس أفريقيا؟ لا يوجد مدرب في العالم يمضي من أجل لقب، لا يمكن إطلاقا، لأن كرة القدم معروفة بأنها يعني تتدخل فيها مجموعة من العوامل: الحظ، التحكيم، أن تكون في يومك، أن يكون اللاعبين في يومهم. يعني وتجد أنه بعض ولكن يبين أننا مع كامل الأسف، وهذا ما ننصح به الركراكي والجميع: ألا تتأثر بتاتا ولا تكون ضعيفة أمام الانتقادات. ستأتي مرحلة سيحاولون فرض لاعب كزياش أو بوفال، ضروري من أن يبحثوا عن لاعب ليضغطوا على المنتخب. هنا يجب على رئيس الجامعة والمدرب واللاعبين. ومع كامل الأسف كنت سأقول النخبة الرياضية، نفتقد إلى نخبة رياضية في المستوى، يعني نخبة فيسبوكية تيك توكية، ونعاني معاناة كبيرة. لماذا نتكلم على معاناتنا في كرة القدم في المنتخب، ولا نتكلم بتاتا عن المهازل الصحفية في الرياضة، البؤس الصحفي في الرياضة، الضعف الصحفي في الرياضة، ولا أستثني منهم أحدا. يعني واحد المستوى سوقي، مستوى يعني ضعيف وضعيف جدا، لدرجة الشعبوية ولدرجة البحث عن اللايكات والمشاهدات، ومحاولة قراءة ما يجول ويدور في خاطر البسطاء من الناس. لأن مع كامل الأسف الكل أصبح يعرف فكرة القدم، ويعتقد كثير منهم أنه لم بل أن هناك من لم تطأ أرضه كرة القدم في ملعب، أو أنه يعني لا مستوى له، ويعتقد أنه في مقهى يمكن أن يسير المنتخب. ملاحظة بسيطة: نتمنى أن نتصدى قبل كأس أفريقيا لضغوطات شعبية بطبيعة الحال لها امتدادات خارجية، مثلا كالجزائر وكالدول التي تحارب الآن المغرب، أن نتصدى يعني بطرق، منها أن الركراكي ليس له خطة هجومية، أو أنه سيتخلى عن بعض اللاعبين. يعني وكأننا في سوق للحب، كل من يحب لاعب عليه أن يفرضه على المنتخب، وهي تصريف للحقد والكراهية لنجاح المنتخب. مع كامل الأسف هناك من لا يريد نجاحا للمنتخب. نعود للندوة الصحفية ونقول بأن الركراكي كشر على أنيابه، وبين على أنه يستحق أن يكون مدربا للمنتخب الوطني، وأن يكون هو على رأس المنتخب الوطني في هذه السنة. وقال بأنه يتحدى كل المدربين، وأنه يستحق المدرب. وكذلك تكلم على أولئك الذين فقط لا يهمهم إلا المشاهدات واللايكات و يعني المتابعات في مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى كل الخير للمنتخب الوطني، وسنتابعه بقدر المستطاع، وبمحاولة فك أخطر شفرة تعاني من كرة القدم، وهو السلبيون والانتقاديون، وكل أولئك الذين يبخسون الأطر الوطنية وكل ما هو مغربي. شكرا لكم، وإلى فيديو لاحق.